Trae la catira, quita pesares, quita los pesares míos. Quita los pesares míos, pesares porque te quiero y no soy correspondido. Anda catira, quereme, mira cuánto te ofreció. Un caballo pa' tu silla, un fundo orillas del río, una curiara, un conuco, un cayena al florecillo, un atajo de 30. لقد أمضينا أعواما طويلة في حياتنا المدنية، فتعالوا سويا ننتقل لساعة من الزمن من حياتنا اليومية إلى حياة الغابات الاستوائية. إنها حياة من نوع خاص. هناك حيث الطبيعة كما خلقها الله، وليست الطبيعة التي غيرتها يد البشر، حيث الأشجار الكثيفة والحيوانات البرية وخرير الماء والنوم على الأرض. قد مرت 10 أيام وأنا هنا وحدي مع هذه القبيلة، وأنا أجلس الآن على شاطئ النهر حيث مكان الغسيل والاستحمام، والقارب يجب أن يأتي أيضا هنا غدا في هذا المكان لأعود معه. أتمنى أن يأتي، لأن سائق هذا القارب هو الإنسان الوحيد الذي يعرف أنني موجود في هذا المكان، وفيما عدا ذلك من العالم الخارجي لا يوجد أحد يعرف مكاني. والآن أنتقل بكم إلى النصف الآخر من العالم، إلى جزيرة في المحيط الهندي، ثم أستقل سيارة حتى تنتهي الشوارع الأسفلتية، ثم حتى تنتهي الشوارع الترابية، ويتوقف الطريق ولا يبقى إلا السير على الأقدام حتى ولو تحت هذا المطر الشديد. حتى أصل إلى هذا المكان احتاج الأمر مني 2 أسبوع سيرا على الأقدام، من قرية إلى قرية، ومن حقل إلى حقل، ومن واد إلى واد، هائما في بلاد الله الواسعة. وعندما يأتي الليل أنام بين الحقول أو بجوار شجرة، ويراني بعض سكان القرى فيعطوني بعض الطعام والشراب، ويطلبون مني أن أذهب معهم إلى بيوتهم، ولكني كنت أعتذر بلطف، لأنه ما زالت أمامي خطوات قد كتب علي أن أمشيها، وما زال أمامي هدف يجب أن أبلغه، وإن كل خطوة أخطوها تقربني من الغابات التي أنشدها. وعندما أضل الطريق ولا أعرف في أي اتجاه يجب أن أسير، كنت أرفع رأسي إلى أعلى وأغمض عيني وأستنشق الهواء القادم من جهة الشرق، وأحاول شم رائحة الهواء، ثم أكرر ذلك في اتجاه الغرب والاتجاهات الأخرى،
وكأنني أريد أن أشم رائحة الغابات التي أعرفها، وأنا أعرف أن أنف إنسان مثلي غير قادر على تمييز رائحة الهواء، ولكنني أعرف أن إحساسي قادر على استشعار الطريق الذي أريده. فأنا أتجول في الغابات بدون بوصلة وبدون جهاز لاسلكي أو تليفون محمول، ورغم أنني كنت أضل طريقي أحيانا، إلا أنني في نهاية الأمر كان إحساسي يدلني على طريق الخروج والعودة. هنا تعيش القلة القليلة الباقية من أقدم القبائل المعروفة على وجه الأرض، ألا وهي قبائل الفيداس. ويقال إن هؤلاء البشر هم الجنس البشري الذي جاء مباشرة بعد إنسان العصر الحجري، وكان الناس يسمونهم ياكاس، وهذا يعني العفاريت أو الشياطين، وذلك لأنهم لا يحلقون شعورهم. إنهم يغنون ويرقصون للأرض التي تنبت لهم الطعام وتحملهم على ظهرها، وحتى عندما يموتون تحتضنهم في باطنها. إنهم يحترمون الأرض التي نعيش عليها. وعندما كنت عندهم أصابتني الملاريا، وظللت عدة أيام ملقى على الأرض، وقد تملك مني المرض وزادت علي الحمى. وجدتهم يعطونني بعض الأعشاب للعلاج، ويمسحون وجهي بأيديهم بالماء البارد. وعندما نظرت إلى عيونهم وجدت بها دموعا. إنهم يبكون على هذا الغريب الذي لا يعرفون من هو ولا من أين أتى. إنهم أناس طيبون.